في قرية صغيرة تحيط بها الجبال الخضراء، عاشت فتاة اسمها إيمان. لم تكن إيمان تمتلك الكثير من الأشياء المادية، لكنها كانت تمتلك شيئا لا يقدر بثمن: قلبا مليئا بالخير والعطاء. كانت إيمان تحب قريتها وأهلها، وكانت دائما أول من يمد يد العون لكل محتاج. كانت إيمان تهوى نسج الصوف. كانت أصابعها الرشيقة تحول خيوط الصوف الملونة إلى وشاح دافئ، أو قبعة أنيقة، أو حتى سجادة مزينة بألوان الزهور. لم تكن تبيع ما تصنعه، بل كانت تهديه لكبار السن الذين يشعرون بالبرد في ليالي الشتاء، وللأطفال الذين لا يملكون ثيابا جديدة. في أحد الأيام جاءت عاصفة قوية على القرية، اقتلعت الأشجار وألحقت الضرر ببيوت كثيرة. شعر أهل القرية باليأس، فقد خسروا الكثير من ممتلكاتهم. لكن إيمان لم تستسلم، بل قررت أن تفعل شيئا. ذهبت إلى منزلها وأخرجت كل ما لديها من خيوط صوف، وبدأت تنسج بحماس. كانت تعمل ليلا ونهارا، وكانت دموعها تمتزج مع خيوط الصوف. كانت تنسج وشاحا كبيرا لم يكن لشخص واحد، بل كان وشاحا يرمز إلى الأمل والتضامن. عندما انتهت من نسجه، جمعت أهل القرية ووضعت الوشاح في وسط الساحة. كان الوشاح مزينا بألوان قوس قزح، وفي كل لون كانت إيمان قد وضعت حكاية عن الخير والتفاؤل. قالت إيمان بصوت هادئ: هذا الوشاح ليس مجرد صوف، بل هو رمز على إننا أقوياء معا. إذا تعاوننا يمكننا أن نعيد بناء كل ما خسرناه، بل وأكثر. تأثر أهل القرية بكلامها وبدأوا في العمل معا. بعضهم كان يعيد بناء المنازل، وبعض الآخر كان يجمع الحطب للتدفئة. كانت إيمان تساعدهم بابتسامتها وتشجيعها، وكانت تقدم لهم ما صنعته من قبعات ووشاحات لتدفئتهم. بفضل إيمان استعادت القرية جمالها وقوتها. أما إيمان فقد أدركت أن الإيمان الحقيقي ليس فقط في القلب، بل في العمل الذي يترجم هذا القلب إلى واقع جميل.